أنجح مطلوع راح توجديه خفيف ريجة بدون تعب بدون دلك بدون عجن، راح توجديه في وقت قياسي. أهم شيء إنه بلا تعب ومزيج بين الفرينة وبين السميد. راح تعتمديه كيما درت لكم درك، أنا حمد لكم وصفة تاع ساندويتش، ولا تعتمدوه ترفقوه مع الوجبة تاعكم كيما درك جاي رمضان. ماذا بينا نهضروا على وصفة سهلة وتكون ناجحة. هذا ناجح مليار بالمية، وأهم شيء إنه بدون تعب. وعندكم به هذا ساندويتش بحشوة تاع الدجاج الأكثر من رائعة، وهذه تاع الكبدة. يعني الحشوة راح تبدلي كيما حبيتي، أنا بديكم طريقة تاعي. والفايدة في المطلوع اللي راح ينجح معاك من أول استعمال. يعني اللي تخاف من المطلوع واللي مش موالف يصلح لها، درك تشوفي هذا الفيديو وتنوضي ليه توجديه. داونا برك الفيديو باللايك واشتركوا في القناة اللي دخلوا اجدد. وهيا بينا هنايا في ريسيبيون حطي زوز كيسان ماء دافي، ومغرفة كبيرة من لخميرة الخبز، ومغرفة كبيرة من السكر. نخلطوا هذه المكونات بالفوي كما شفتوا حتى تتخلط كامل. ونبدأ نضيف في السميد استعملت سميد عادي متوسط، ما درت لا خشين لا رقيق، درت غير المتوسط. نخلطو مليح مليح بالفوي كيما شفتوا هكا باه يتخلط معايا. ونكمل العملية بالبرا ميكسير. البرا ميكسير هي اللي راح تغنيك عن هداك العجن. في عود ما تعجني كل شيء راح نديروه بالبرا ميكسير، تضربوه مليح مليح بالبرا كيما هكا حتى هداك السميد تحسي بيه ولا ملس، يعني الحبيبات هديكا تملس معاك. وهنا بعد ما كملت من السميد بعد ما ولا ملس كما قلت لكم، هنا بديت نضيف في الفرينه. في الاول حطينا زوز كيسان من السميد، دركا نحطو زوز كيسان فرينه. وقادره تدي معاك اكثر، ان الامانه دات معايا زوز كيسان ونص، قولوا 3 كيسان غير ربع قادره تدي معاك، لأنه الفرينة كاينة تشرب كاينة ما تشربش. هكا باه تحصلوا على القوام يكون شوية طري، مش هداك اللي حاكم روحه وما يكونش جاري بزاف. بهذا القوام اللي شفتوه معايا هنايا بعد شوفوا كيف يجي. هنايا بعد ما غسلت الريسيبيون غسلت يديا كل شيء، رجعت العجينة فيها هكا بتسهل عليا انها تطلع معايا العجينة. هنا نخليها بعد ما يضاعف الحجم تاعها بهذا الشكل، نجي نشكل المطلوع. انا راح ندير ميني مطلوع، كما تحبوا نتوما ديروا مطلوعة كبيرة. انا راح ندير بها ساندويتشات، على هذه حبيت ندير ميني مطلوع. هنا شوفوا بعد ما خمرت والعجينه تحسوا بها انها ولات كيما الاسفنجه فيها فراغات بزاف، هكا تعرفوها بني راهي طلعت وراهي ناجحه. هنايا بيدي برك قاعده ندي غازي فيها ونخرج لها الغاز تاعها باه نقدر نشكلها. هنا جبت هذه اللوحه بعد ما رشيت عليها الفرينه، نجي ندير كريات على حسب الحجم اللي حبيته انايا. هنا شوفوا العجينه شويه طريه، ديما استعينوا بالفرينة ولا بالسميد. كما شفتوا انا درت خليط من الفرينة والسميد، ولا تحبوا ديروا سميد رطب وتطرحوا عليه. هنايا طرحت هذم المطلوعات، قلت لكم راح ندير ميني مطلوع، حطيتهم يتضاعف الحجم تاعهم. وراح نطيبهم في الطاجين تاع الطين، تحبوا طاجين تاع حديد تاع الطين كيما حبيتوا. هنايا نطيبهم عادي، شوفوا هنا في الطاجين راح يتضاعف الحجم تاعهم. هنايا نبقى نطيب فيهم كيما شفتوا وحتى به يحمر وكل شيء. قلت لكم هذه الوصفة راهي ساهلة بزاف بزاف، ما فيها لا عجن لا دلك، ليه راح توجديه. الوقت فقط انه تاع الوقت اللي يخمر فيه برك، هذاك هو اللي راح يتحكم لنا في المدة. هنا شوفوا بعد ما طاب وكل شيء وجا احمر الله يبارك، جا خفيف ريشة وبنين وفيه سميد، لانه سميد عم بالكم مطلوع سميد يجي بنين. هذا جاي ميلونج، والله يا البنات روعة روعة. ان شاء الله تجربوا الوصفه وخوش خليوا لي رايكم. هنايا راح ندير الحشوه تاعي بعد ما كملت المطلوع، راح ندير الحشوه تاعي. قلت لكم تحبوا ديروا ساندويتشات ولا تستهلكوا هكاك. هنايا في البرمه ولا في مقله اللي راح طيبوا فيها، حطيت 3 مغارف من الزيت ومغرف متوسطه من الزبده او لابيل، ورايحه نحط بصله متوسطه
ربيتها برك ما درتهاش باللاشوار، يعني الأشوار راح يحيها بزاف، ربيتها برك باللغاب شغل شوية تكون شوية عريضة، ونروح نقليه أو نحمّسه في هاديك الزبدة والزيت هاكا يتحمّس شوية برك حتى يدبال، ما نحطولوش الملح كي يعود حابين البصل تاعنا يدبال ما نحطولوش الملح في الأول، لأنه لو حطينا الملح راح يطلق الماء تاعو ويطوّل باه يدبال لك، على هادي هنايا بعد ما دبل هداك البصل ومعاه شوية توم تاني، كي نرحي البصل رحيت ومعاه توم، حطيت هنايا عندي نُص صدر من الدجاج، نتوما الكمية اللي حبيتوها، أنا درت نُص صدر من الدجاج ولا تحبوا ديروا دان، لا تحبوا ديروا الفيانداشي، أنا عطيتكم برك الطريقة. هنايا نحط التوابل، حطيت شوية فلفل الكحل، حطيت توابل الدجاج، حطيت زنجبيل، وكانت عندي توابل تاع الفورماج. التوابل كيما حبيتو، لأنو الدجاج راه يحب التوابل عكس اللحم. هنايا حطيت فلفل الأحمر الحار ومغرفة صغيرة من الملح، الملح حسب الكمية تاع الدجاج اللي عندك. هنايا نحاول كيفاه نخلطو ونفكو عن بالكم الدجاج كيعود مرحي بالأشوار راح يدير تكتلات، نتوما برك كي تحركو امعسو كيما هكا باه يتفك معاكم. هنايا بعد ما طاب نخليوهش يبس بزاف يطيب في الما تاعو بركا، كي نشوف هداك الما شوية يكون طاب معانا، وهنايا ضفت له الفرماج، الفرماج كيما حبيتو، أنا نحب نحطو هذه الطريقة جربوها البنات، حطوه كي طفيو عليه وهو داك الحشوة سخونة، حطوا لها الفرماج وخلطوه، راح يمتزج معاه وراح يدير يعسل كيما نقولوا، وتخلطوا يجي بنين بزاف، خير ما تحطوه وهو بارد مش راح يساعدكم في الخلط. هنايا هاد الحشوة تاعي كانت واجدة، هنايا راح ندير نمونطي الساندويتش تاعي، وكانت عندي كمية من الكبدة قليتها بركا، المهم الحشوة كيما حبيتو نتوما. هنايا شوفوا المطلوع هو سخون الله يبارك جاي مقطن، يعني وصفة ديروها وعينيكم مغمضين ما تتعبوا ما والو، واللي تسخف على المطلوع وتخاف منه هذه الوصفة راح تغنيك عن أو تنحي لك هذيك الرهبة منه. هنايا حطيت المايونيز، حطوا واش حبيتوا يا البنات، تحبوا صوص الجيريان، تحبوا مايونيز، تحبوا الهريسة، واش حبيتوا نتوما. دركا هاي الحشوة هذه تاني جات معسلة يا البنات روعة روعة، حطيتها نحط كمية كيما هكا، وتحبوا تحطوا سلاطة، تحبوا تحطوا طماطم، أنا ما نحطش السلاطة في الساندويتش كيعود سخون. المهم وهنايا راح نضيف تاني البطاطا، البطاطا اختياري تاني تحبوا تحطوها تحبوا لا، يعني كون تحطوا الحشوة برك والمايونيز ومنها راح تحصلوا على ساندويتش روعة. هذا هي أنا عطيتكم الفكرة وانتوما لكم الاختيار. حطيت طبقة تاني خفيفة من المايونيز، المايونيز صنع منزلي، وحطيت الفرماج رابي بعد ما ربيته، وهذا تاع الشرائح، ونغلق على الساندويتش تاعي ويكون واجد، يعني ساندويتش ننصحكم بيه روعة روعة روعة. هذا هو الساندويتش تاعنا تاع نهار اليوم، وهذا هي الوصفة تاع المطلوع اللي ننصحكم بها ونأكد لكم عليها. هذا هي دوكا راح ندير معاكم الساندويتش تاعي، قلت لكم الحشوة كيما حبيتو، حطيت برك المايونيز حطيت الكبدة تاع الدجاج والبطاطا. هذا هي ان شاء الله يكون عجبكم بركة، وان شاء الله نلقى منكم لي يعني تجربوه وتخليو لي رايكم، أنا ننصحكم بيه وبشدة. هنا حطيت الحشوة التانية، وها هو البنات بعد ما كملته وكان واجدوا معايا الساندويتشات مع هذا المطلوع الرائع. هنا بقى لي غير نقولكم شهية طيبة، وإن شاء الله تجربوه في أقرب وقت وتخليوا لي رايكم، وما تنساوليش الجيم للفيديو اللي دخل جديد القناة تاعي، نقولك اشتركي في القناة وراح إن شاء الله يوصلك كل جديد من وصفات وتدابير. هذا هو الحشو من الداخل، ان شاء الله يعجبكم، ودركم بقى لي غير نقولكم يلا باي باي في فيديو جاي ان شاء الله. ما تنساوش برك الدعم.